سأخون وطني. ده كتاب للمؤلف السوري محمد المغوط، بيقول فيه: من الغباء أن أدافع عن وطن لا أملك فيه بيتا، من الغباء أن أضحي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي مشردين، من الغباء أن تسكل أمي بفقدي وهي لا تعلم لماذا مت، من العار أن أترك زوجتي فريسة للكلاب من بعدي. الوطن حيث تتوفر لي مقومات الحياة لا مسببات الموت. الانتماء كذبة، اختراع حساسة لنموت من أجلهم. لا أؤمن بالموت من أجل الوطن. الوطن لا يخسر أبدا، نحن الخاسرون. عندما يبتلي الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنها، وعندما تنتهي الحرب ينادون الأغنياء ليتقاسموا الغنائم. في وطني تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص، وتمتلئ بطون الخونة بالأموال، ويموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة. أنا قريت الجزء ده وبعده شفت حادث المركب الهجرة غير الشرعية اللي مات فيها تقريبا حوالي 700 واحد ما بين مصر وسوريا. ممكن في ناس تحط كل ما تملك زائد حياتها مقابل إنها تطلع برا البلد، بس تفتكر لما تهاجر ممكن ترجع. طب تيجي نطبقها عشان نشوف. ايه رأيك في فيلم همام في امستردام؟ شخص هاجر، حط كل ما يملك، هاجر بطريقة غير شرعية، مش بشكلها المعروف، مش عن طريق سفينة. بس ايه اللي خلاه يهاجر اصلا؟ مفيش حاجة حلوة تقعده في البلد. حبيبته سبته عشان واحد معاه ميكروباص، وحظه في الصيد جزم. بس ليه لما سافر معندوش حاجة في البلد يرجع؟ وشك بانس يا. تعالوا نشوف، يمكن نلاقي لهمام سبب. همام عايش في بيت في اخواته البنات وزواجهم وعيالهم، مش بيعرف حتى ينام من دوشته. وزي اغلب الشباب بيروح يتقدم للبنت اللي عايز يتجوزها، يترفض بسبب انه ما عندوش شقة ولا شغل ولا معاه فلوس للشبكة. كل ده دفع انه يهاجر ويحط نفسه في مخاطر تزوير الفيزا عن طريق انه يبيع عمو صاغتها، وزي ما قلنا اللي وراه واللي قدامه. خمس بواكب. خمس بواكب. ما تزعلش. خد كل المخاطر دي علشان يعرف يعيش، وعنده استعداد يشتغل 24 ساعة عشان بس يهاجر. في نفس الوقت حبيبته اتخطبت، يعني زي ما تقول كده الحل قفل. دلوقتي مفيش حل غير هناك. في اللحظة اللي بيسافر فيها كان فرح حبيبته، حلمه هو الشخص خلص. وفي المطار بيشوف نظرة أخيرة على أحماله، واللي اتحطت في صورته من فرحات الست اللي كانت مساعدته أطمى ظهره. مضيع فلوسه من غير ما تكون قصده، زيها زي حياته. اشتغل في كل حاجة ومش نافع، تعب بس وفلوس رايحة. يا وسط خلاص بقى، بدل ما ارميكي في الارض وسطك انت اللي وجعك. بس همام شخص عنده اندفاع الشباب وتوهانه. نشوف هو بيرد على الضابط وهو بيلف في هولندا بعد ما ضيع العنوان وضيع الباسبور كمان. بس هو شخص مجتهد لدرجة انه صدر منة السياسة الهولندي. طبعا الصدمة الحضارية اللي كان فيها همام توضح لك الفرق اللي هيشوفه هناك، ويبان على تعبيرات وشه الانبهار الغريب واحساسه ان الحياة ممكن تكون جميلة هنا. بس مفيش حاجة بتيجي بسهولة، التعب سمة أساسية للنجاح. لازم تتعب وتجرب أكتر من طريقة. بيظهر عم أدريانو مثال لمصريين كتير في الغربة، مش الجدعنة اللي إنها اتحرقت. وكمان مع انتشار السوشيال ميديا اتأكدنا إن معظم المصريين اللي هناك مش شبه أدريانو. أنا بتكلم على الوصول إنه يكون مجرم او ماشي في طريق غلط. دي سكة مصريين وعرب كتير مشوا فيها، بس علشان التوضيح مشوا فيها لما استدت الدهم الصح، او لان ميولهم كانت اكتر للغلط. بس ادريانو كانت من النوع الاول اللي الظروف ما سندهمش، بدليل مساعدته الهمام علشان ما يبقاش زيه. انا ساعدتك لما جيت البلد يا همام عشان مش عايزك تبقى زيي، مش عايزك تنام وعينيك. وفي تحدي بيقابل معظم المهاجرين العرب، بس مش بالصورة اللي عرضها الفيلم. هو تحدي التعامل مع اليهود. في فترة فيلم همام كانت شدة المناوشات بين اسرائيل وفلسطين، وهو تحدي الحقيقة والواقع. المصريين بيتخطوه بنسبة كبيرة لأنه مش بالصورة اللي وضحها الفيلم، ولأن كانت الثقافة السائدة في معظم الوقت ده الأفلام بتجيب إسرائيل هو العدو. بس زي ما قلنا هما بيتخطوه، مش بيكون همهم الأول. دلوقتي بيبقى عندهم اللغة والثقافة عشان يحاولوا يتعاودوا مع البلد ويظبطوا أوضاعهم. في شخصية في الفيلم معتقدش حد ركز معاها، مش عارف ده بسبب قلة مشاهدها ولا بسبب إنه مش مصري. بس الشخص اللبناني اللي شايفينه مبسوط، الوحيد اللي تقريبا ما خدش تحدياتهم دي، مش هعتبرها مأخذ على المؤلف على قد ما اعتبرها مثال للتشرد اللبنانيين بعد الحرب، وظهر تحملهم المشاكل وتصغيرهم أي مشكلة تقابلهم بسبب المعاناة اللي عاشوها في لبنان. انا عملت حلقة على لبنان، ممكن تشرفونا وتشوفوها على فكرة. شخصية طه الشاب السعيد اللي محطوط بتحديات اكبر من تحديات همام. مش عاوز اقول حلم شخص زي همام، عاوز يعمل اللي بيعملوه اغلب المصريين، يشيل مسؤولية اسرة بحكم ان هو الكبير وابوه عاجز. زي ما تسع اخوات خلاص، بركه في ابوك وامك ربنا يخليهم لك. همام تحس انه خلاص جمع قطع البازل للنجاح. هو من الاول معاه عنصر الاجتهاد والاصرار، وجمع عنصر اللغة مع التدريب في البلد وعلى العمل وادارة السوق، وابتدت بخطوة بخطوة تجهيز بداية صنع حلمه. والتحديات بتزيد، الغربة مش جنة زي ما بتترسم، بس الجملة المقررة عنها كل ما تتعب تلاقي، وكل ما تعبك يزيد المردود بيزيد معاه. همام عافر وحقق حلمه، وعلى رأي جملة هو قالها على لسانه: همام بقى له صوت. اوعى همام بقى له صوت. بس بعد ما همام حقق حلمه ليه رجع مصر؟ نسأل السؤال بطريقة تانية: هو همام رجع اصلا؟ لا، ما رجع. حد يقول لي انت غبي، انت شايف في المطار اهو. ركز كده، فين يا جدعان؟ ما هو لا، ده مش همام.
امال مين همام؟ نرجع بالشريط لورا. ده همام يا عم، ده سيد في الفيلم، صبري سعد في الحقيقة. مصر سافر هولندا وعافر واتمرمط ونجح بس مرجعش. بقول لك سيد تقول لي همام، طب تشوف خاله قريبه يعني اهو. وده كمان شخص مصري سافر هولندا وتعب وحقق حلمه ومرجعش وتوفى في مكة وهو بيعمل عمره. يا عم انت هتجيب لي ناس وخلاص وتقول لي دول همام؟ لا، ما بجيبش ناس وخلاص، ده اللي فعلا كان عايزك توصله الفيلم، بدليل انه حاط لك بدل الشخصيه 2 لاشخاص مصريين هاجروا وما رجعوش. انك لو هاجرت وحققت حلمك اعتبر المكان وطنك. نفس الجمله اللي قالها المغوط، المكان الذي توفر فيه مقومات الحياه لا مسببات الموت اعتبره وطنك. انت مشوفتش انه لو رجع ما كانش حتى رجع البيت؟ مشهد رجوع المطار ممكن تعتبرها نظره من المخرج ان لو رجع مصر ايه اللي هيحصل فيه. الاحمال هتقابله في المطار. انت مشوفتش ام فرحات ولا ايه؟ هناك هو راح اشترى المكان اللي هو عايزه واتجوز الانسان اللي بيحبها. هنا معرفش يتجوز، ما كانش عارف يشتغل.